السلام عليكم، معكم بريتي الفاسي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وباحوالكم جيده. عواشركم مبروكه. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غادي نشارك اليوم معكم سيجار بالكفته والفرماج، كيجيو زوينين والمذاق ديالهم كيجي واعر الصراحه. كيجيو خفافين وما فيهمش ما فيهمش تماره ولا مكونات بزاف. كيف ما كتشوفوا كيجيو يا سلام، ما غنحتاجوا فيهم لا شعريه لا والو. ندوزو دابا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاج هنا نص كيلو ديال الكفته، وغادي نحتاجو كذلك معلقه صغيره ديال الهريسه، جوج بصلات الحجم ديالهم متوسط غادي نقطعوهم رقاق، راس المعلقه ديال سكينجبير، فلفل اسود والقزبور يابس، معدنوس. عندي كذلك هنايا الفرماج محكوك. غنحتاجو الورقه ديال البسطيله، انا استعملت هذه ديال الشينوا. 3 البيضات، وغادي تشوفوا هذه الصلصه ديال الصوجا غنحتاجوا منها واحد المعلقه كبيره. صافي، هادو هما المكونات. الا كانت شي حاجه غادي نشوفوها في الفيديو. غناخذوا المقله، غادي نضيف فيها زيت المائده، وغادي نشحروا البصله مزيان. بالنسبه للاخوات اللي غيبغي يضيف زيت البلديه ممكن يخلطهم مع زيت الروميه بجوج. انا لا، غادي نضيف هنايا معلقه ديال الزبده. صافي، هنا كنشحروا البصله، غادي نضيف شويه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم، وغادي نشحروا البصله مزيان. عاد غادي نضيف معلقه ديال الزبده، النوع الجيد او النوع الحيواني، باش كتعطي المذاق زوين، وتبقى اختياريه. اللي بغى يضيف زيت الزيتون يضيفها. صافي، هنا من بعد ما تشحرت لينا البصله غادي نضيف الكفته. ممكن تضيفوا الكفته ديال الدجاج او الكفته ديال لادان، حتى هي كتجي زوينه، تبقى لكم الاختيار. بالنسبه للكفته ما فيهاش العطريه، وحتى النسبه ديال الدهون فيها قليله. بالنسبه للبصله انا استعملت البصله الحمراء. ممكن تضيفوا ممكن ديروا البصله البيضاء، غيكون احسن. انا ما متوفراش عندي، داكشي علاش درت دابا الحمراء. كيف ما كتعرفوا هاد البريوات او كاع هاد المملحات كيجيو زويونين في رمضان، كيكون عليهم الاقبال. فهاد الطريقه هذه ممكن تحضروها حتى نهار رمضان، يعني ماشي لابد الانسان يخبع في المجمد. ولا انا الصراحه ما كنحضرش ما كنديرش تجهيز مسبق كل نهار ورزقه. صافي، هنا من بعد ما تحرت لينا الكفته، ضروري متحرك باش كتحل لينا ما تبقاش يعني طريفات كبار. صافي، كندير العطريه ضروري مع التحراك. انا كنقولها لكم ملي كنضيفوا الكفته ضروري انكم تجهدوا البوطه باش ما تطلقش لكم الماء بزاف. هنا غادي نضيف المعدنوس اللي قطعته رقيق. ممكن تضيفوا الزعتر الا بغيتوا، الزعتر محكوك. كاين الاخوات اللي كيبغيو الثومه، انا في الصراحه ما كنضيفهاش. ممكن تنكهوا كذلك بالقرفه الا بغيتوا، تبقى لكم الاختيار. انا وريتكم الطريقه اللي كندير صراحه وكتجي زوينه، كيجيو خفاف. هنا طربت البيض وضفته باش كتجمع لينا الحشوه. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الكميه تكون كثيره فممكن انهم يضيفوا الشعريه الصينيه من بعد ما كيكونوا رطبوها في الماء كيكون غليان، من بعد يصفيوها ويقطعوها طريفات صغار حتى كطيب لينا الحشوه. وكان تبرد شي شويه عاد كنضيفوا الشعريه وكنحركوها باش كتندمج لينا مع الحشوه. صافي، وكنعمروا بها الورقه ديال البسطيله. صافي، هنا كنبقى نحرك مزيان حتى يطيب لينا البيض ما كيجيش باين، يعني ملي كنحركو مزيان ما كيجيش باين. صراحه المذاق ديالها كيجي زويون صراحه الله وكتجي خفيفه حتى يعني تقدروا تصوبوها. انا قلت لكم في نهارها، يعني ما كتعطي كميه تبارك الله كبيره. صافي، على هذا الشكل ضروري من التحرك. انا كنقولها وكنعاودها باش الكفته كتطلق لكم وكتولي مفرتسه، ما كتجيش فيها الحب طروفه كبار. هنا غادي نضيف معلقه ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال الهريسه، كتعطي ديك البنه د الحروره.
اللي عنده ديك لاصوص الحاره يستعملها، اللي عنده السودانيه او الحار اللي تيكون غبره يستعملوا. المهم واللي ما تيبغيش الحار ما يستعملوش. تيبقى لكم الاختيار على حسب الذوق ديالكم. صافي هنا طفيت البوطه وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الصلصه ديال الصوجا. كنضيفوا معلقه كبيره. انا حتى كنطفي البوطه عاد كندير في الصوجا باش كيبقى لها ديك المذاق ديالها زوين. صافي هنا غادي نخلط كلشي وغادي نوضعوه في واحد الاناء اللي كيف ما كتشوفوا هكا باش تبرد لينا الحشوه، باش نعمروا بها الورقه ما تقطعش لينا. بالنسبه للورقه ديال انا وريتكم استعملت ديال الشينوا. كاين جوج طرق باش تعمروا، ممكن ديروا على هذا الشكل هكا. انا ما كندهنش الورقه حيت غادي نقليها. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يطيبوها في الفران فضروري كدهنوا شويه الورقه مزيان، ماشي شويه مزيان، وكتعمروا وكديروا لا فارس ديالكم. من بعد كتستفوهم في اللاطه ديال الفران وكدهنوهم عاوتاني بالزيت اللي تيكون فيه شويه ديال الفلفله حمراء او الهريسه او كل. المهم داروا باش كيعطيكم ديك اللون، حيت هما في الفران ما كيعطيوش اللون بزاف. خلاص الا كانت الورقه ديال المغرب راه حتى في الفران كتجي مقرمشه وزوينه. ممكن كذلك تستعملوها في الورقه الفيلو حتى هي كتجي زوينه بالنسبه اللي كيبغي يديرهم في الفران. هذه الطريقه الثانيه حتى هي كندير على هذا الشكل. هادو كيجي السيجار صغير، اما الطريقه الاولى فالسيجار كيجي شي شويه كبير كيجي طويل. صافي هاد الشكل على هاد الطريقه هذه. انا ما غاديش نوريكم الطريقه ديال القلي وداك الشيء، فهي سهله. انا حتى كنوجد كل شيء وكنولي نقليهم. كنسخن البوطه، كنسخن الزيت مزيان وكنقليوهم عادي. زعما الصراحه راه ما كيطرطقوا ما والو. صافي على هذا الشكل. بالنسبه للفرماج استعملوا اي نوع نتوما بغيتو. انا خلطت ما بين موتزاريلا والإدام، يعني تيبقى لكم الاختيار. غير منين تكونوا كتديروا يعني كتلويوهم ما تزيروش يديكم بزاف باش ما يتفرقعوش لكم في البوطه. ما تزيروش يديكم وما ترخفوهمش عاوتاني بزاف. صافي هادشي اللي كاين. يعني الطريقه ديالهم طريقه سهله صراحه. اللي كلاهم كيعجبوهم، حتى اللي كيبغي يخدمهم هكا كوموند كيجيو زويونين وتيكونوا مطلوبين الصراحه. صافي على هذا الشكل انا وريتكم جميع يعني الطريقه كيفاش كنصايبهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، حيت فيديو خفيف ظريف. نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو اخر يكون حتى هو فيديو قصير. خليتكم على خير. السلام عليكم.